السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية 94 في درس التماثل أو التماثل المحوري. إذا التمرين أو قبل ذلك استثمر وقوم تعلماتي وداعمها. إذا التمرين الأول: المثلثان ABC و FG متماثلان بالنسبة للمستقيم D. إذا مماثلة القطعة BC هي القطعة OF ثم مماثلة القطعة OF هي القطعة BC. إذا مماثلة الزاوية ABC إذا مماثلة A هي G OB هي F OC هي O. إذا مماثلة ABC إذا نكتبها هي GFE. إذا ثم مماثلة نقطة F، إذا F مماثلتها هي نقطة B، إذا هي نقطة B. ثم أحدد قطعتين لهما نفس الطول وأعلل ذلك. إذا قطعتين لهما نفس الطول، إذا AB كتساوي GF و AC كتساوي GE. إذا كما تلاحظون في الشكل AB كتساوي GF أو AC كتساوي GE. التعليل: إذن لأن التماثل المحوري يحافظ على المسافة. إذن ثم زاويتان لهما نفس القياس، إذن BCA إذن مماثلة B هي F، واضح، مماثلة B هي F ومماثلة C هي E ثم مماثلة A هي G. إذا نكتب BCA يساوي FEG ثم زاوية أخرى CAB كتساوي OGF. إذا التعليل: لأن التماثل المحوري يحافظ على قياس الزوايا. ثم ننتقل إلى التمرين الثاني. إذا التمرين الثاني: الشكلان A و B متماثلان بالنسبة للمستقيم D1. أحدد قياس الزاوية OHG وطول القطعة OF. إذا الزاوية OHG OHG إذا مماثلة E هي C ثم مماثلة H هي D ثم مماثلة G هي A. إذا كم ستساوي الزاوية؟ إذا كما تلاحظون تساوي 42. نقوم بكتابة 42. ثم طول القطعة OF إذا OF إذا مماثلة O هي C ومماثلة النقطة F هي B. إذا هذه القطعة كم تساوي 1.7، إذا 1.7 سنتيمتر. ثم إذا لاحظوا هنا، إذا قياس الزاوية OHG تساوي 42 ثم طول القطعة OF يساوي 1.7 سنتيمتر. ننتقل إلى التمرين الثالث. إذا في كل حالة من الحالات أجيب بنعم أو لا وأعلل جوابي. إذا القطعة AB مماثلة للقطعة A' B' بالنسبة للمستقيم D. إذا A''B'. إذا هل هذه القطعة AB مماثلة القطعة A''B'؟ إذا بطبيعة الحال لا. لماذا؟ لأن AB أصغر من A''B' أو A''B' أكبر من AB. إذا هذه المسافة أكبر من A''B'. ثم
إذن القطعة A B ليست مماثلة للقطعة A' B' بالنسبة للمستقيم T، لأن A' B' أكبر، قطعة A' B' أكبر من A B. ونعلم أن التماثل المحوري يحافظ على المسافة، وبالتالي A B ليست مماثلة. إذن كما تلاحظون، إذن الجواب ديال تمرين 3 لا، القطعة B ليست مماثلة للقطعة دونك القطعة A' B' بالنسبة للمستقيم T التالي، لأن A' B' أو القطعة A' B' أكبر من A B. إذن ونعلم أن التماثل المحوري يحافظ على المسافة، وبالتالي A B، القطعة B ليست مماثلة A' B'. ثم الزاوية O F G مماثلة الزاوية O بريم F بريم G بريم بالنسبة للمستقيم D بريم. إذن الزاوية O F G هي إذن O F G O F G. إذن مماثلة O هي O بريم، ثم مماثلة F. إذن هل هذه مماثلة هذه القطعة؟ إذن لا، O F ليس بمماثلة F بريم، ثم G ليست مماثلة G بريم، وبالتالي إذن هذه المسافة بين محور التماثل غير متقايستان، إذن يعني ليست متساويتان. إذن وبالتالي نلاحظ هنا يعني أن قياس هذه الزاويتين ليس نفس القياس. إذن سنكتب هنا لا. لماذا؟ لأن التماثل المحوري يحافظ على قياس الزاوية. وكما نلاحظ أيضا أن OFG، إذن OFG، إذن قياس الزاوية OFG أكبر من قياس الزاوية O بريم، إذن عفوا F بريم O بريم أو G بريم. إذن F G، إذن F بريم أو F بريم عفوا O بريم F بريم G بريم. F G أكبر. ثم ننتقل إلى التمرين الرابع. إذن شبه المنحرف ABCD وشبه المنحرف HGF E متماثلان بالنسبة للمستقيم T. أحدد مماثلة كل نقطة من النقط HFABG بالنسبة للمستقيم T. إذن مماثلة H مباشرة هي C، ثم مماثلة F هي A. مماثلة H هي C، ثم مماثلة F هي A، ثم مماثلة A هي F، ثم مماثلة B هي E، مماثلة B هي E، ثم مماثلة G هي D. ثم أحدد مماثلة كل زاوية من الزوايا BAD و HF. إذن BAD إذن EFG، إذن مماثلتها OFG، ثم مماثلة HEF إذن مماثلتها CBA، إذن CBA. إذن التمرين الرابع كما تلاحظون تصحيح. إذن مماثلة النقطة F هي A، مماثلة النقطة H هي C، مماثلة النقطة A هي F، مماثلة النقطة B هي E، مماثلة النقطة G هي D،
مماثلة الزاوية BAD هي الزاوية OFG، ثم مماثلة الزاوية HEF هي الزاوية CBA. ثم أرسم التمرين الخامس، أرسم مماثل أو أرسم محور تماثل في كل حالة إذا كان الشكلان متماثلين وعلى الجواب. إذن الشكل الأول، إذن يوجد محور تماثل لأن المسافة بين محور التماثل متساوية. إذن نأخذ هذه النقطة مثلا، إذن المسافة بين محور التماثل تساوي هذه النقطة، وهذه النقطة تساوي هذه المسافة. إذن هذه المسافة تساوي هذه المسافة. نأخذ مثلا هذه النقطة بين محور التماثل، إذن 1 2 3 4، إذن 1 2 3 4، ثم هذه النقطة 1 2 1 2، ثم نفس الشيء بالنسبة لجميع النقط. إذن هذا الشكل له محور التماثل. ثم ننتقل إلى الشكل الآخر. إذن هذا الشكل كما تلاحظون، مثلا إذا أخذنا هذه النقطة، إذن هل سيوجد هنا محور التماثل؟ لا، لأن المسافات ليس لدينا نفس المسافات بالنسبة لمحور التماثل، وبالتالي نكتب لها مباشرة. ثم ننتقل إلى تمرين أو الشكل الثالث. إذن نعم، يوجد محور التماثل. إذن لدينا نفس المسافة بين محور التماثل كما تلاحظون، نفس المسافة بالنسبة لجميع النقط، وحتى بالنسبة للزوايا توجد لدينا إذن الزوايا متقايسة بالنسبة لمحور التماثل، وبالتالي يوجد محور التماثل. ثم ننتقل إلى التمرين السادس. إذن je trace l'axe ou les axes de symétrie de chaque figure. إذن الشكل الأول، إذن محور تماثله إذن سيمر من هنا. ثم الشكل الثاني، محور تماثله مباشرة سيمر من هنا. إذن ثم بالنسبة للشكل السداسي، إذن محور تماثله سيمر، إذن لدينا يمر من هنا وهنا ثم هنا. بطبيعة الحال إذن يوجد أيضا محور تماثل يمر مباشرة من المركز. إذن محور التماثل، إذن بالنسبة للدائرة، إذن يعني جميع المستقيمات التي تمر من نفس الشعاع فهو محور تماثل لهذه الدائرة. ويوجد أيضا محور التماثل الذي يمر من المركز. ثم كما لدينا من محور التماثل بالنسبة لهذا الشكل، إذن هنا يجب إضافة نصف دائرة لكي يكون هذا الشكل متماثل. إذن يوجد محور تماثل واحد. ثم بالنسبة لهذا الشكل، إذن لدينا هذا محور تماثل، ثم محور تماثل، ثم محور تماثل، ثم محور تماثل، ويمكن إضافة أيضا محور تماثل الذي يمر من المركز. إذن هكذا أنهينا درس التماثل المحوري.